كنت بتسوقي في مصر ولا بدأت تتعلمي في أمريكا؟ لا بصي، أنا كنت بسوق في مصر وكنت بسوق مانيوال كمان. بس أنا هقولك حاجة، يعني ده ما يحبطكيش. أنا لما جيت هنا أسوق هنا، أنا كأني كنت بسوق من أول وجديد. الطرق هنا حاجة تانية، يعني الطرق هنا والسواقة هنا. وعايزة أقولك أنا ما نجحتش في اختبار السواقة العملي من أول مرة. يعني نجحت في النظري طبعا على طول من أول مرة، ولكن العملي أنا دخلته مرتين اتنين ونجحت فيه من تاني مرة الحمد لله. السواقة بشكل عام ماشي قبل كده ساعدتني، بس أنا الطرق هنا كانت مش فاهماها، الطرق مربكة بالنسبة لي. الطرق متقسمة والتزام بإشارات المرور، وداخلة يمين وداخلة شمال، والستوب ساين بتقفي عندها، إشارة المدرسة لازم بتهدي فيها. فأنا كنت حاسة إن أنا بتعلم من أول وجديد. يعني ما الصراحة ما استفدتش في أي حاجة غير يعني أبعاد العربية، لكن الطريق والشارع كنت هنا بتعلم من أول وجديد. فما تخليش الموضوع يحبطك لو ما تفتكيش عشان أنا كنت بسوق في مصر فعشان كده بسوق هنا، لا. اتعلمت من اول وجديد. بس حقيقي الطرق هنا وتقسيمها وكل واحد محترم القوانين، وكل واحد محترم الاشارات والسرعه والحاجات دي. مفيش حد بيزمر لحد يسربعه والكلام ده. لا، الموضوع مخلي السواقه اسهل بكتير يعني.